مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفاء كان في عطفه لليتامى دفاع مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفاء كان في عطفه لليتامى دفاع حن قلبي له فاض شوقا إليه ليس أرجو سوى شربة من يديه الصلاة عليه والسلام عليه للسماء ارتقى فأتى بالنقاء وغدا وجهه نيرا مشرقا كان من عفوه حين حان اللقاء قال فلتذهبوا أنتم الطلقاء مصطفى مصطفى سيد الأنبياء مشعل في الوفاء كان في عطفه لليتامى دفاع حن قلبي له فاض شوقا إليه ليس أرجو سوى شربة من يديه الصلاة عليه والسلام عليه كان في هديه منهجا وسطا كان تسعده بسمة البسطاء سيد في الكرم قمة في العطاء مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفاء كان في عطفه لليتامى دفاع إذا المرء لا يرعاك إلا تكلفا فدعه ولا تكثر عليه تأسفا توكلت في رزقي على الله خالقي وأيقنت أن الله لا شك رازقي وما يك من رزقي فليس يفوتني ولو كان في قاع البحار العوامق سيأتي به الله العظيم بفضله ولو لم يكن مني اللسان بناطقي ففي أي شيء تذهب النفس حسرة وقد قسم الرحمن رزق الخلائق رزق الخلائق إذا المرء لا يرعاك إلا تكلفا فدعه ولا تكثر عليه تأسفا إذا المرء لا يرعاك إلا تكلفا فدعه ولا تكثر عليه تأسفا ففي الناس أبدال وفي الترك راحة وفي القلب صبر للحبيب ولو جفا فما كل من تهواه يهوك قلبه ولا كل من صافيته لك قد صفا إذا لم يكن صفو الوداد طبيعة فلا خير في ود يجيء تكلفا إذا المرء لا يرعاك إلا تكلفا فدعه ولا تكثر عليه تأسفا توكلت في رزقي على الله خالقي وأيقنت أن مكتبة هلال عاملة ضرب نار وبتدمر الأسعار واستغلال وجشع التجار وعاملة لك خصومات وعروض توفير كتير. مكتبة هلال للأدوات المكتبية إدارة الأستاذ محمد هلال. العنوان المعتمدية شارع الملعب. يهنئ عملاء الكرام والأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك. أعاده الله علينا وعليكم بالخير